توقفي. هل لمست ذلك؟ هزت رايلي رأسها بالنفي. لكن ماذا؟ هل هو خطير؟ في مواجهة الاستجواب قللت الطبيبة المشعوذة من شأن الأمر، زاعمة أنه ليس أكثر من مجرد جدار عادي من الفطر، وحذرت رايل بصرامة بأن عليها الابتعاد عنه قدر الإمكان. ومع ذلك لم تستطع الطبيبة منع نفسها من إلقاء نظرة غامضة أخيرة عليه. وفي اللحظة التالية مباشرة بدأ وجه يبرز ببطء من سطح الغزل الفطري الميسيليوم، وكان ذلك الوجه ليس سوى وجه رايل نفسها. شرعت الطبيبة على الفور في إجراء دراسة عميقة لجدار الفطر. قامت بتقطيع عينة متوقعة العثور على أنسجة عادية، لكنها أصيبت بالرعب عندما اكتشفت بداخلها بنية حية غريبة تنبض بالحياة. وعندما قربت العين من الجدار مرة أخرى خرج السطح بأكمله عن السيطرة، وبدأت مادة تشبه السم تنتشر كالنار في الهشيم، وكأن شيئا ما كان يستجيب. خلال إحدى المهمات تعرضت رايل لكمين من قبل الكاماريلا، وفي اللحظة التي كانت حياتها على وشك الانتهاء تكاتفت هي وأبيغيل بقوة، فانبعثت طاقة سوداء غير مسبوقة، وحيثما لامست تلك الطاقة الأرض القاحلة كانت تبتلع فورا بفعل نبتات فطرية مخيفة. تمكنت الاثنتان من الفرار بصعوبة عائدتين إلى المعسكر العسكري ليكتشفوا أن نطاق انفجار تلك الطاقة امتد لآلاف الأميال. وفي طريق عودتهما صادفتا عضوا ضالا من الكاماريلا، كان قد أصبح مضيفا حيا للمستعمرة الفطرية، مغطى بطبقة كثيفة من الزغب الأبيض والنموات الفطرية. في المعسكر تدخلت الجنرال آلدر والطبيب على الفور، حاولتا محاكاة تلك القوة ولكن بشكل غريب، وبغض النظر عن مدى محاولات رايل وأبيغيل ظلت القوة خامدة كحجر غارق في المحيط. وهكذا حولت الطبيبة تركيزها نحو المضيف المصاب بدلا من ذلك، وقامت باستخراج عينة مباشرة من عين المضيف. وفي لحظة اندفع السم الأسود ليغلق مقبس عين العينة تماما، وفجأة انطلق صوت رايل من حنجرة ذلك الرأس الفطري الغائب عن الوعي. ذهلت الطبيبة فاستدعت مساعديها لإجراء تشريح عميق فوري، وكانت النتائج كفيلة بجعل الجميع يرتجفون، فقد كان البناء الداخلي للمضيف مطابقا تماما لذلك الجدار الفطري. أدركت الطبيبة أخيرا أن تلامس رايل السابق مع الجدار قد خلق رابطا روحيا بينها وبين هذه الكيانات الشاذة، وللتحقق من ذلك حبست الفتاتين داخل المختبر، وتجاهلت توسلات رايل وقامت بفتح صمام الغاز السام بوحشية. لقد لمستها، والآن عليك دفع الثمن. سنوات من حياتي التي سرقتها، أنت رجس وستنتهين. بينما كانت أبيغيل تنهار، انفجرت رايل مرة أخرى في صراع من أجل البقاء، وتشكل درع كروي من الأبواغ من العدم ليحميهما في اللحظة الأخيرة من الغاز الخانق.